مظاهرات في سوريا ضد مصر، ووالد الرئيس أحمد الشرع بيرد بخصوص المظاهرات ديت، ودعوات في مصر لمقاطعة المطاعم السورية. تعال اقول لك ايه اللي حصل. في مظاهرات غريبة جدا بتحصل في سوريا ضد مصر، وهتافات غريبة ضد بلدنا مصر. طبعا ما يتسكتش عليها، والموضوع قالب الدنيا على السوشيال ميديا علشان يطلع والد الرئيس السوري احمد الشرع ويرد على المظاهرات ديت، ويقول ان مصر دولة عربية كبيرة، وان مصر هي الاخ الاكبر لكل الدول العربية، وما نقدرش طبعا نسيء لمصر. الدعوات بقى اللي في مصر ان مقاطعة المطاعم السورية حاجة غريبة جدا. مهما يحصل احنا كمصريين استضفنا السوريين سنين وسنين، فحاجة غريبة جدا الناس مستغرباها على السوشيال ميديا وعلى ارض الواقع. ازاي السوريين يعملوا مظاهرات ضد مصر مهما مصر عملت ايه؟ وعلشان كده والد الرئيس احمد الشرع طلع وقال ان مصر هي الاخ الاكبر لكل الدول العربية. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه رأيكم في المظاهرات بتاع سوريا، وهل بتأيدوا القرار بتاع مقاطعة المطاعم السورية ولا لأ؟